يا صباح عسل، يا صباح الفل، يا صباح السعادة، صباح الهنا وصباح الرزق عليكم. النهارده بقى انا كان نفسي في سمك مشوي بالردة كده. قلت طب والله يعني اروح اجيب الكيلو من السوق من محل السمك بالشيء الفلاني. نزلت السوق جبت حاجة السلطة وجبت السمك العسل ده. غسلته كده ونضفته وقمت جايه نقعاه كده بخل وليمون. ورجعت غسلته تاني وشطفته، ده حطيت له الدقة العسل دي. فلفل كده حامي بالثوم. وقمت جايه حاطه عليه الليمون، وعند الردة اللي هي بتاعة القمح. ردة القمح كلنا طبعا عارفينها. وعندي الصاج حاطه في قلبه كده معلقتين زيت. معلش بقى انا اللي بصور عشان مش عارفه اثبت الستاند. وقلت لا، طب ما نطلع اعمل انا السمك اللي خلينا اجيب الكيلو بالشيء الفلاني، طب ما بياخدش وقت خالص. وفي الفرن وهندخله على طول. زي ما انتوا شايفين كده بتقومي جايه حاطه السمكيه بعد ما تنضفيها كويس كده وتتبليها. اهو. ونرص نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وغير اهو كده. وحاطه لها هريسه الشطه كده بالثوم كده بتخلي السمك عسل كده، ريحته في الفرن تبقى تجنن. مش هكتر له زيت خالص. التانية اهي. اللي يخليني اروح اجيب الكيلو السمك المشوي من بره بقى مبلغ وقدره. قلت لا، طب ما انا انزل السوق اجيب حاجه السلطه، ما كانش عندي حاجه. جبت حاجه السلطه زي ما انتوا شايفين كده اهو. وجبت السمك غسلته ونضفته وتبلته. قلت نعمل جنبه حبه رز صياديه كده وطبق سلطه كده يستاهل بقكم اهو. ويومه خلص زي ما انتوا شايفين كده اهو. ويبقى احنا جبنا حاجه في بيتنا غسلناها ونضفناها وضامنين جودتها وضامنين اهم حاجه نظافتها اهو. داخل كده في مكان اهو. زي ما انتوا شايفين طبعا الرده دي بتاعت رده القمح اللي بتطلع من الدقيق. بنطحن الغله وبيطلع منها دقيق وبيطلع منها رده وكده. وزي ما انتوا شايفين كده اهو. خلصته كده اهو. وهدخله بقى الفرن. هنزل بقى كده عليه بسرسوب زيت صغير كده. حاجه بسيطه بس لانه بيبقى اصلا السمك ده بيبقى فيه زيوت. وادخله بقى الفرن واوريكم شكله بعد ما يلا بقى يا حبايبي، عبال ما السمك يخرج من الفرن من حبه رز صياديه كده عسل يستاهلوا بقكم. معايا البصل مخرطه اهو. حطيته في قلب حبه زيت سمك. طبعا انا قليت سمكيه عشان احنا ما بتاكلش السمك المشوي. انا تلاقيها واحده وخدت حبه الزيت عملت فيهم عملت فيهم البصلايه اهو زي ما انتم شايفين كده. نعمل حبة رز بقى صيادية كده عسل. الرز اهو مغسول اهو متصفي كويس والبصلاية على النار اهي. نعمل برضو جنبها حبة سلطة كده على ما الرز يطلع. بسم الله ما شاء الله. البصلاية ماشية تمام اهي. محمرة اهي. في ناس بتضيف له الرز الصيادية ده، في ناس بتضيف له طماطم، وفي ناس بتضيف له فلفل، وفي ناس بتضيف له جزر. بس انا بحب يعني احب اكل الرز الصيادية ده مع السمك كده بطبيعته. بصل ورز زي ما احنا متعودين او زي ما امهاتنا عودونا ان الرز الصياديه عباره عن عن بصل متحمر كده بنغمقه شويه ونحط عليه الميه والتوابل وتنزلي بالرز. خلاص كده هو ده الرز الصياديه. والسمك في الفرن. وهعمل حبه سلطه برده كده جنب الاكل. يبقى كده خلاص خلصنا غدا. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. بصوا الجمال. شايفين لون البصلايه عامل ازاي؟ ولسه كمان ده لسه غمق كمان عن كده سنه. مش تتحرق منك انت لما بتنزلي عليها بالميه. لون البصلايه بيفتح شويه برضو عن كده. متقلقش خالص. بصوا خطوه بخطوه. هو ده اللون اللي انا عايزاه، وده اللون اللي انا عايزاه للرز الصياديه يا حبايب قلبي. عشان الرز يبقى البني كده. في ناس بتشيل البصل ده وتخلي ما وتصفيه. بصوا بسم الله ما شاء الله. ننزل بقى بالتوابل. التوابل بتاعت كمون وحبة فلفل اسمر وحبة ملح. مش محتاجة توابل كتير. كمون وملح وفلفل اسمر. في ناس بقى بتخلي البصله دي تغلي كده مع الميه وتقوم جايه بقى واخده البصل ده بالمصفى كده ورمياه واخده ميه البصل. بس انا برضو بحب ان انا اكله ببصل بحاله كده بيبقى طعمه جميل طبعا. بصوا البصله كده غليت مع الميه كده مع التوابل. هنزل دلوقتي بقى بالرز مغسول كويس ومتصفي. وهنقلب بقى. كان عايز ميه هتزودي له ميه، مش محتاج ميه خلاص. هو كده مش محتاج بالنسبه لي انا كده. مش محتاج ميه. طبعا في ملح وفي توابل وفي حاجته كلها. هنقفل عليه بقى ونرجع له لما يغلي شويه نهدي عليه النار. السمك بسم الله ما شاء الله. مش عارفه هو الصوره واضحه ولا ايه عشان طبعا الاضاءه عامله.
هو السمك في الفرن شغال عليه الفرن من تحته من النكهه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. صلى على النبي يا حبايب قلبي، صلى على النبي يا حبايبي. يلا نبص على الرز. بسم الله ما شاء الله شايفين بيغلى اهو. هبدا بقى اوطي عليه النار والسمك في الفرن زي ما انتم شايفين. ماشي، نعمل بقى لما الاكل بتاعنا يجهز نعمل بقى ايه حبه سلطه حلوين كده جنب السمك. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الرز العسل بتاعنا. بصوا بسم الله ما شاء الله شرب ميته واستوى بقى زي الفل. يلا نبص على السمك كده خلصنا غدانا ما خدش مننا وقت. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. السمك في الفرن ريحته ايه بسم الله ما شاء الله قسما بالله قلب ريحه الشاي. بصوا بسم الله ما شاء الله شايفين السمك ولا دخنه بقى ولا شوايه ولا عملنا البيت دخان ولا اي حاجه. اظن انتوا شايفينه لسه. بصوا بيتكتك لسه بيبقبق من تحت وادي الرز بسم الله ما شاء الله وعملت حبه سلطه كده تجنن كده. بس بصراحه ما حطيتش عليها ولا خل ولا ليمون ولا ملح. ليه؟ لان احنا مش هناكل دلوقتي، لسه قدامنا على ما نتغدى يجي ساعه، عشان مش عايزه الخضار الجميل ده يجيب ميته كله. بصوا شوينا السمك في البيت بطريقه سهله وبسيطه ونضيفه 100%. وعملنا حبه رز صياديه. شايفين الرز بسم الله ما شاء الله الاكل كله لسه بيدخن قدامكم. بصوا صلوا على النبي حبايب قلبي. لو وصلتوا لغايه كده صلوا على النبي بقى بالفيديو ده. تعملوا لايك وشير وفيديو ولايكات كتير عشان قناتي تكبر بيكم يا حبايب قلبي، والكومنت اللي بيبسطني وبيساعدني. حبيت بس اطلع تشاركوني غدانا النهارده تعرفوا احنا هنتغدى ايه. طبعا انا مش هغرف الاكل النهارده عشان خاطر مش دلوقتي، يعني لسه قدامنا يجي ساعه ولا ساعه ونص على ما نتغدى. عايزه الاكل ده يفضل سخن زي ما هو. هغطي بقى كده الحله عليه الرز عشان ما يبردش، والسلطه هبقى احط لها بقى الخل والليمون والملح. يبقى كده خلاص خلصنا غدا ونقدم السمك العسل ده حبايب قلبي. واشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.